وكذلك إسناد نيران ضد الأفراد بعد تزويدها بالأسلحة المناسبة. وكذلك تدمير التحصينات والنقاط المنيعة والقتال جو بعد تزويدها بالمعدات الملائمة. كما تستطيع الطائرة الهجومية الصمود في أرض المعركة لمدة طويلة من خلال ابتعادها عن المدى المؤثر لأسلحة العدو المتفوقة، والقدرة على رمي النيران الغير مباشرة من خلف ساتر، إما بالاشتباك مع الهدف مباشرة أو بتوجيه من طائرات الاستطلاع العمودية الأخرى. وقد أثبتت الأباتشي نفسها في ميدان القتال الفعلي، حيث أثبتت أنها مروحية قادرة على البقاء في ساحة المعركة بالرغم من إصابتها إصابات مباشرة بقذائف RPG المضادة للدروع. وهي مجهزة بأنظمة قادرة على إدارة العمليات القتالية أثناء الليل، وكذلك في مختلف الظروف المناخية، وكذلك بواسطة الأشعة تحت الحمراء والمركبة بخوذة الرأس للطيار. يقوم الآن طيار الأباتشي بالمرور من على يسار المنصة إلى يمينها لأداء التحية.